بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صينية فراخ محمرة في الفرن تحفة، حاجة كده من الآخر. ونقول بسم الله ونبدأ. عندنا هنا كده وركين ما شاء الله كبار كده ومقلبظين، هنعملهم معانا. ومعانا هنا الأول بصلاية كده وسط قطعناها وحاطين عليها معلقة فلفل أسود هندعكها بيها علشان نتبل بيها الفرخة دي الوراك اللي عندنا، ونسيبها في التلاجة حوالي ساعتين 3. ممكن تعمليها على بيض برضو يبقى طعمها حلو قوي. هنعمل فيها فتحات علشان هي كبيرة، عشان نحشيها كده ونخلي التتبيلة تدخل جواها. الفراخ مشوية بالطريقة دي حلوة جدا. هنعملها بالبابريكا المدخنة. البابريكا المدخنة حلوة قوي في المشويات، بتخلي طعمها حلو جدا. هنمسك كده البصلة ندخلها فيها كده في كل أجزائها، وبعد كده هنغطيها وندخلها التلاجة ساعة بقى، ساعتين 3. البصل لما بتعمل كده بالفلفل الأسود بيغير طعم الفراخ خالص، بيخليها حلوة جدا. هندخلها الفرن بقى، وبعدين نسيبها ساعتين ونجهز الحاجة عندنا ونبدأ نشتغل فيها. خلاص كده هي قعدت لها حوالي ساعتين 3 في الفرن. عندنا هنا بقى البهارات: بابريكا مدخنة وفلفل اسود، وعندنا توم باودر وبصل باودر وقرفة وبهارات فراخ وملح. عندنا هنا بهارات فراخ وبابريكا مدخنة دي اهم حاجة، وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وقرفة. القرفة بتبقى حلوة قوي مع الفراخ، وملح. بس خدي بالك ما تزوديش ملح، لان انا البصل ده عملته بملح علشان ما يبقاش ريحته وحشة. هنضرب كله مع بعض، ومعانا ليمونة كده حلوة هنحطها عليه، وحوالي 3 معالق زيت. هنضرب كله مع بعضه كده ونتبل بيها الخضار والفرخة. هننقل كده الفرخة في طبق نضيف عشان هنتبل في الصينية اللي احنا كنا سايبين فيها الفراخ عادي يعني نضيفة. هناخد كده معلقتين من التتبيلة عليها ندعكهم كده بيها، وفيها الملح وفيها كل حاجة. البصل انا كنت خلطاه بملح علشان ما يعملش ريحة وحشة. هنحط بقى الفراخ ونتبلها برضو بنفس التتبيلة. التتبيلة دي حلوة قوي، اي مشاوي بعملها بيها بتبقى حلوة. البابريكا بتدي طعم حلو. عندنا بابريكا وبصل باودر وتوم باودر وقرفة وفلفل اسود وبهارات فراخ وملح. هنعملها كده مع بعضها. هنحط شوية مية بقى اللي هما فاضلين كده عليها، حوالي كوباية مية علشان تستوي بيها. شايفين شكلها حلو ازاي؟ وبرده هنسيبها حوالي ساعتين بالتتبيله برده قبل ما نحطها الفرن. لو انت مستعجله دخليها الفرن عادي، لو عايزه تعمليها على البوتاجاز من فوق مفيش مشكله برده، بس هي كده في الفرن تبقى حلوه جدا. انا سبتها شويه برده حوالي ساعتين في التلاجة وبعدين دخلتها الفرن. عندنا هنا كده الفرن ولعناه وحطيناها جواه وغطيها بقى. عندك فويل، عندك غطا، اي حاجه غطيها بيه. انا ما بحبش الفويل والكلام ده على الاكل، فبغطيها بغطا الومنيوم عادي يعني يتحمل النار. عندنا هي كده استوت. شلنا بقى من عليها الغطا، وهنحط كده من الصوص اللي نازل ده على الوش علشان نحمرها. لغايه هنا كده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك. كان طعمها بصراحه تحفه. اتحمرت وعملنا معاها شويه رز بشعريه واستوت جدا، بس هي طبعا سخنه زي ما انتم شايفين كده. جربوها وقولي ايه رايكم. البابريكا المدخنه هتغير طعمها. سلام.